أهلا بيكو. النهاردة هنبص بصة كده على تفاصيل مشاركة منتخب المغرب في كأس العالم للشباب اللي هي تحت 20 سنة وهتتلعب في تشيلي. الكلام ده كله بناء على المصادر اللي معانا. هدفنا يعني نفهم جدولهم، مجموعتهم شكلها ايه، بيقولوا صعبة، والسياق العام للبطولة. يلا بينا. أكيد بطولات الشباب دي دايما بتبقى فرصة حلوة نشوف مواهب جديدة. وشكلها كده نسخة تشيلي دي يعني المصادر بتقول إنها تبقى قوية وفيها تحديات للمغرب. تمام، خلينا نبدأ بالمعلومات الأساسية اللي وصلت لنا. البطولة في تشيلي من 27 سبتمبر ل 19 أكتوبر، والمغرب زي ما بنقول وقع في المجموعة الثالثة. طيب الجدول الماتشات بقى، المصادر بتقول أول ماتش ليهم ضد إسبانيا يوم 28 سبتمبر، وده في سانتياغو العاصمة. بداية قوية جدا فعلا. وبعدها على طول يعني يوم 1 أكتوبر ماتش تاني صعب قوي ضد البرازيل برضو في سانتياغو. يا ساتر، برازيل وإسبانيا ورا بعض. بالظبط. والماتش الثالث والأخير في المجموعة ضد المكسيك يوم 4 أكتوبر، بس ده في مدينة تانية، فالبارايسو. والمصادر برضو بتوضح إن في مدن تانية مستضيفة زي رانكاغوا وتالكا، يعني البطولة مش مركزة في حتة واحدة. والمهم كمان نفتكر البطولة دي فيها 24 منتخب، ومنتخب أوروجواي هو اللي كسبان النسخة اللي فاتت في 2023، فالمنافسة أكيد هتبقى عالية. طيب لو بصينا بصة سريعة على باقي المجموعات كده، المصادر بتدينا فكرة عامة. يعني مثلا المجموعة الأولى فيها تشيلي البلد المنظم، ومعاهم مصر واليابان ونيوزيلندا. مجموعة برضو مش سهلة. وفي المجموعة الرابعة مثلا فيها الأرجنتين اللي كسبوا البطولة دي كتير قوي، ومعاهم إيطاليا واستراليا وكوبا. يعني تقريبا كل المجموعات فيها تحدياتها. ده حقيقي، التوزيع شكله متوازن إلى حد كبير. بس نرجع تاني للمجموعة الثالثة بتاعت المغرب. هنا بقى في نقطة المصادر كلها اتكلمت عنها. خوان بابلو سورين النجم الأرجنتيني وصف المجموعة دي بمجموعة الموت. ده كلام كبير، إيه القصة؟ بصي، اللي يدي للوصف ده أهمية هو مين اللي قاله. سوارنيان ده مش أي حد، ده كان كابتن الأرجنتين لما كسبوا نفس البطولة دي سنة 95. يعني راجل خبير وفاهم قوي. هو كان بيشارك في سحب القرعة وقال إن المجموعة الثالثة دي يعني هي الأصعب بكتير، مش بس عشان البرازيل اللي واخدة اللقب 5 مرات قبل كده، لأ، ده كمان عشان إسبانيا معروفة بقوتها في الأعمار دي، والمكسيك دايما منتخب رخم في بطولات الشباب. يعني وجود الثلاثة دول مع المغرب هو اللي خلى الوضع صعب قوي كده. بالظبط، تقييمه ده مش مجرد رأي وخلاص، لأ، ده مبني على خبرة وتاريخ في البطولة دي بالذات. وده طبعا يخلينا نفكر في تأثير ده على استعدادات المغرب نفسها. أكيد. والاهتمام بالبطولة دي واضح كمان من حتة تانية. المصادر بتقول إن تذاكر الماتشات عملية البيع بتاعتها بدأت فعلا من يوم الجمعة بالليل بتوقيت تشيلي. يعني في ترقب جماهيري كبير للماتشات دي. جدا، وده طبيعي مع وجود أسماء كبيرة زي دي. طيب لو ربطنا ده بقى برحلة المغرب نفسها عشان يوصلوا البطولة دي، إزاي وصلوا أصلا؟ دي نقطة مهمة برضو بتوضحها المصادر. المغرب وصل للمونديال ده بعد ما عمل بطولة كويسة في كأس أفريقيا للشباب في مصر، وصلوا للنهائي. كويس جدا. بس في نقطة، صحيح وصلوا النهائي بس خسروا اللقب قدام جنوب أفريقيا، لكن الوصول للنهائي ده في حد ذاته يعتبر كويس ويبين إن الفريق عنده مستوى. يعني نقدر نقول إنهم أثبتوا نفسهم أفريقيا، بس يمكن خسارة النهائي دي بتقول إنهم محتاجين يشتغلوا على حتة الحسم في الماتشات الكبيرة. ممكن جدا. الوصول للنهائي الأفريقي ده مؤشر كويس أكيد، في أساس، في تنظيم، في لعيبة كويسة. لكن بصراحة مواجهة فرق زي إسبانيا والبرازيل في كأس عالم ده اختبار تاني خالص. التحدي هيبقى في إنهم يقدروا يترجموا الأداء الكويس بتاع أفريقيا ده لنتائج قدام الفرق التقيلة دي. تمام، يبقى الصورة كده وضحت أكتر. عندنا جدول صعب جدا للمغرب، في مجموعة خبير زي سورين بيقول عليها مجموعة الموت، والبطولة عليها اهتمام جماهيري كبير، والفريق المغربي نفسه داخل المنافسة بعد أداء أفريقي قوي، بس في تحدي عالمي كبير قدامهم. طيب كل ده يودينا لفين بقى؟ يودينا لسؤال مهم بقى نفكر فيه. بكل المعطيات دي، المجموعة الصعبة، مستوى الفريق اللي شفناه في أفريقيا، تاريخ المنافسين القوي، إيه التوقعات الواقعية للمنتخب المغربي؟ يعني هل إنهم يبدأوا بداية قوية قوي كده ضد أسبانيا والبرازيل ممكن يبقى دافع ليهم يطلعوا أحسن ما عندهم؟
ولا ممكن يعني يبقى ضغط كبير عليهم من الأول ويأخر على باقي مشوارهم؟ دي نقطة بصراحة محتاجة متابعة وتفكير.